بسم الله الرحمن الرحيم. بزعل قوي من الناس وعلى الناس اللي بتحط من قدر نفسها، اللي بتشتم نفسها، اللي بتسيء لنفسها، اللي بتضغط على نفسها. لأن النفس دي شيء عظيم جواك. قال تعالى: ونفس وما سواها، حلف بيها. انت متخيل لما ربنا يحلف بحاجة يبقى الحاجة دي عاملة ازاي؟ حاجة عظمة. فهو حلف بيها، حلف بالنفس اللي انت بتشتم فيها وزعلان منها ومستاء منها، ملهاش دعوة. يعني بص، لو كملت الآية ألهمها يعني في حاجة مباشرة دخلت من الله جوه النفس دي، البرنامج الفطري. فألهمها ايه؟ فجورها قمة الشر، وتقواها قمة الخير. اوكي، ده اللي موضوع جواك عشان الامتحان اللي هو ايه بقى؟ قد أفلح من زكاها. امتحان الاختيار اهو، تزكية. من زكاها، اختار ان هو يمشي في التزكية عشان تبقى في تقوى. وقد خاب من دساها، اختار طريق الشر فخاب، فشل. يعني واحد ناجح واحد فاشل، يعني يمين وشمال. من ده بقى هو الإنسان، هو أنت، هو اللي بيقول أنا عايز أعمل كذا، أنا عايز أعمل كذا. أوكي، والنفس بتديلك على حسب قدراتك. فأنت لو اخترت شر هتديك شر على حسب قدراتك. القدرات بتاعتك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على حسب الوسع بتاعها. أوكي، في ناس وسعهم على قد أوضة، وفي ناس وسعهم ممكن يوصل ل3 كيلو يعني. بس استغلالك للوسع بتاع نفسك، أوكي، ممكن يبقى ليك وممكن يبقى عليك. أوكي، لكن النفس ملهاش دعوة، هي بتنفذ الأمر. أول ما بتختار أنت، هي بتبدأ تسوق. بس خلي بالك، لو مشيتها شمال في طريق الشر، أوكي، وطريق الشر ده ممكن يبقى من أول الغيبة والنميمة لغاية القتل والظلم والحاجات دي، كل واحد على حسب قدراته. أوكي، هتزعلك جامد، لأن أنت مش قد النفس. فأنت محتاج دايما تدخل يمين، تروح لله، مشاعر قلبك تبقى إيجابية. أوكي، لأن هو ده اللي بيشغل النفس، المشاعر هي دي اللي بتشغلها. أوكي، فدايما تشتغل على الجانب الإيجابي. أوكي، واوعى تحط من قدر نفسك أبدا، لأن أنت جواك حاجة عالية. الفكرة بس إن أنت تعرف تستغلها لمصلحتك أنت. شغلك كله يبقى علشان خاطر نفسك. أوكي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.